السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد مع ام عبد الله في البيت. والنهارده هعمل لكم الزبده النيوزيلندي من الاخر. ودلوقتي ندخل على المقادير على طول. المقادير: ربع كيلو زبده نيوزيلندي، كوبايه لبن كامل الدسم بقشطته، كوبايه زيت، معلقه ملح صغيره، معلقه عصير ليمون كبيره، معلقه خل كبيره. نجيب الخلاط ونحط فيها اللبن ونضربه لحد ما نعمل فوم، وبعدين نضيف عليها كوبايه الزيت حبه حبه على 3 مرات، ونضرب ضرب متقطع، يعني مش مرة واحدة. بعدين نضيف الخل والليمون ونضرب، والقوام هيبقى شكله كريمي من قبل ما نضيف الزبدة زي الفيديو. نحط معلقة الملح ونضرب ضربة كمان. نجيب الزبدة ومش نسيحها ومش نحطها كلها، هنحط قطعة قطعة ونضربها لحد ما نخلص كمية الزبدة كلها، ونحط نقطتين لون أصفر ونضربها لحد ما نوصل القوام ده. بعد كده لما نوصل القوام ده نوقف الضرب. نجيب قالب مستطيل ونحط فيه كيس تلاجة أو بلاستيك راب، واللي ما عندوش قالب ممكن نحط في علبة عصير أو علبة جبنة، ومش هنحتاج نحط فيها كيس. ونبدأ نصب خليط الزبدة في القالب ونحطه في التلاجة لمدة يوم حتى تتماسك. مش هتحتاجي تحطيها في الفريزر. وبالنسبة لرأيي في الزبدة البيتي، هي كويسة جدا، ريحة وطعم واقتصادية كمان. وكمان كل الشيفات قالوا مش تنفع نعمل بيها حلويات او معجنات، ورأيي تنفع تعملوا بيها كل حاجة، بس ما تحطوش عليها لون لانه بيظهر في الحلويات والمعجنات. وكمان قبلت التحدي وعملت بيها بيتي-فور حكاية، وهنزل لكم صورته على القناة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير مع غيركم عشان الكل يستفيد.